صباح الفل. اخباركم ايه؟ انا عارفه انا غبت عليكم شويه الفتره اللي فاتت، بس والله الواحد ما كانش له نفس يطلع يقول اي حاجه بالاحداث اللي حاصله في فلسطين. يا رب ربنا يفرجها عليهم يا رب. يعني ربنا اللي عالم بقى بقلوبنا وبدعواتنا ليهم، ان شاء الله ربنا يفكها عليهم قريب باذن الله. طيب تعالوا نكمل سلسله الام النرجسيه مع بنتها. وكنا وصلنا لمرحلة المراهقة، وقلت لكم ان مرحلة المراهقة دي مش تخلص في يوم، يعني في حلقة. لان مرحلة المراهقة دي اللي بيحصل فيها اغلب الاحتكاكات واغلب، يعني أنا هقدر اقول لكم 80% من العلاقة بين الام النرجسية وبنتها بتبان وبتتحدد، والأم بتحط التاتش بتاعها بقوة جدا وبقسوة جدا أكتر وقت في وقت المراهقة. ليه؟ لأن ده الوقت اللي فيه البنت بتكون شخصيتها، بتكون أنوثتها، بتبتدي تتعرف على ان هي بنت، هل هي بنت حلوة، هل هي بنت تستحق الحب، تستحق. انا مش بتكلم طبعا دلوقتي على الحب الرومانسي خالص، انا بتكلم على انها تتحب من اهلها، من اخواتها، من قرايبها، الناس اللي حواليها، من مدرسينها، من زملائها في المدرسة. تحس ان هي تستحق الحب وتستحق ان هي تبقى واثقة من نفسها و... 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 وتحب جسمها، ولا العكس. ففي هذه الفترة الشنيعة اللي أنا بعتبرها أسوأ فترة في العيشة مع الأم النرجسية، اللي هي فترة المراهقة، اللي هي بين سن بقى هنقول بقى 7-8. خلاص لا خلي 7-8 ده يعني جوه الطفولة اللي كنا اتكلمنا فيها قبل كده. نبتدي من 10 لإيه بقى 18-19. خلي بالكم من حاجة، احنا بنات الأمهات النرجسية بنعدي مراحل الطفولة والمراهقة، وبعد كده بنوصل للنضوج أبطأ من الناس اللي أمهم مش نرجسيين. لأن إحنا بنتحبس في مرحلة معينة، على ما بنطلع منها بنكون سننا شوية أكبر من الناس اللي في شوية يعني أكبر من الناس اللي دخلت في المرحلة دي قبلنا بكتير. فإحنا من 10 ممكن نبقى لسه بنفكر تفكير أطفال، ونلاقي نفسنا إن إحنا مفروض نبقى بتفكير مختلف وفي سن مختلف. ليه؟ مش عارفة. سن المراهقة مفروض بيخلص على 18-19 مثلا. إحنا ممكن نفضل لغاية ما نتخرج من الجامعة 20-21، ممكن نبقى لغاية 20-21 حاسين ان احنا لسه في سن المراهقة ومحتاجين اهالينا ومش عارفين ناخد قراراتنا والكلام ده كله. ده بسبب طبعا ان احنا بنقع في حتة ان احنا ما عندناش ثقة كافية في نفسنا، بسبب طبعا القهر اللي بيحصل لنا من الام النرجسية. في سن المراهقة البنت بتبتدي تعرف ان هي هتبتدي تبقى ست، هتبتدي تبقى ليها شخصية، هتبتدي تقول رأيها بقى بعلو حسها، مش بان هي مجرد طفلة واسكتي يا بنت خلاص ما تتكلميش فنسكت. لا، ده احنا لينا رأي، ومفروض نقول عايزين ندخل ادبي ولا علمي، والمفروض نقول عايزين ندخل تخصص ايه في الكلية او في الجامعة. المفروض نبتدي ناخد بالنا من نفسنا، من جسمنا، من رياضتنا، من ان احنا من شكلنا الخارجي، آه، بصرف النظر يعني حتى لينا لنفسنا، النظافة الشخصية، الحاجات دي كلها الأم النرجسية بتقصد ما تعلمهاش لبنتها. ازاي تهتم بالبيت، ازاي تهتم بالطبيخ. يعني ممكن تخليها تعرف ازاي تخليها تنظف او تطبخ او كده، بس بقهر مش بحب. مش بتعلمها الحاجات دي عشان تحببها فيها، عشان تقدر بعد كده ان هي سيبكوا بقى تتجوز ولا مش تتجوز، ان هي تقدر تعتمد على نفسها، تقدر ان هي تعمل اكل لنفسها، تقدر تخلي دايما مكانها نضيف حواليها، تخلي نفسها هي مهتمة بنفسها. الام لو علمت بنتها الكلام ده، الام النرجسية،
وحطيتها في موقف ان هي تعرف تطبخ او تعرف تنظف بسبب، فاكرين حلقة التنظيف؟ ممكن تخليها هي تنظف طول النهار والليل البيت وتبقى مسؤولة عن البيت كله والكلام ده، بس في سن ما يسمحش ان هي يبقى عندها كل المسؤولية دي. فنكبر بنكره شغل البيت، نكبر بنكره ان احنا نعمل اكل. ممكن نكون بنعمله طول حياتنا بس بنكره الحركة، بتبقى عندنا مش بانيك، يعني ممكن نوصل لمرحلة البانيك، ان انت تبقى عندك بكرة طبيخ تبقي حاسة ان قلبك بيدق انا شخصيا لوقت قريب كان عندي الموضوع ده. يعني الوقت قريب انا بالنسبة لي مثلا اليوم اللي هطبخ فيه ده يعني انا بكرهه كره شنيع، وما ببقاش فاهمة ليه. يعني انا كنت او مش ما ببقاش فاهمة ليه، يعني قصدي مفيش موقف محدد اقدر اقول مثلا كنت بطبخ فحصل لي حاجه فاتزحلقت مثلا فتعقدت من الطبيخ، لا. الفكره كلها في ان انا اتعلمت على ايد مين، او انا اصلا بالنسبه لي انا شخصيا يا جماعه انا ما اتعلمتش اطبخ، انا عمري ما اتعلمت اطبخ، علمت نفسي بنفسي. لان كان المطبخ ده تابو، ما حدش يدخل المطبخ وفيه طبيخ، ما حدش يدخل المطبخ وهو مش نظيف، ما حدش يدخل المطبخ وهو نظيف، ما حد ف... 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 فكان زي طبخ والمطبخ ده قلعة حصينة ما ينفعش ادخل، مين هيعلمني؟ طيب اذا كان اللي بتطبخ مش طايقة ان انا ادخل المطبخ وهي بتطبخ. فانا علمت نفسي على كبر جدا، مش عايزة اقول لكم ان انا علمت نفسي يعني من 6 سنين بس، عشان انا عندي 47 سنة على فكرة. من 6 سنين بس ابتديت اتعلم اطبخ. فنرجع تاني لفترة المراهقة، فترة ان البنت بتحاول تطلع عارفين الفراشة لما بتبقى في الأول بتبقى اسمها في جوه الكوكون بتاعتها دي، وتكسر الشرنقة بتاعتها وتطلع عشان يبقى عندها بقى جناحات وتطير والكلام ده. الأم النرجسية بتفضل مخلية البنت جوه الشرنقة لو تطول لحد ما تموت، لو تطول. بنت كبرت اتجوزت خلفت ايا كان لازم تفضل جوه الشرنقة علشان الام دايما تقدر تبقى متحكمة ومتسلطة في كل حاجة بتحصل لها. فليه وقت المراهقة الام النرجسية مش بتخلي بنتها تحس ان هي هتبقى انثى قريب، او ابتدت خلاص في المرحلة دي؟ عشان ما تكبرش عليها، عشان ما تبقاش احلى منها، عشان ما تاخدش الاتنشن منها، عشان تكسر فيها حتة انا ليا رأي، وتكسر فيها حتة انا الاختيار بتاعي هو الاختيار اللي انا هاخده في حياتي. تخليها دايما محتاجة لها، تحسسها دايما انت بتعرفيش تعملي حاجة، انا لولاش انا عملت لك كذا انت مش هتعرفي تعمليه، انا لولاش انا عملت كذا انت ما كنتش هتعرفي تعمليه، لولاش انا صرفت في كذا انت ما كنتش هتعرفي تعملي. حتى لو بتخلي بنتها بتلعب رياضة دايما هتحسسها ان هي السبب في تفوقها الرياضي، او السبب ان هي بتروح تمرين وبتعرف ناس والكلام ده كله. هتفضل مراقباها 24 ساعة في ال24 ساعة، هتسألها في كل حاجة في كل تفصيلة، وهتغلطها طول الوقت. الأم النرجسية بتغلط بنتها المراهقة علشان تفقدها ثقتها في نفسها وتحسسها ان هي رأيها وكلامها مش صح. لو تطول تتحكم في ستايل لبسها طبعا وفي ستايل شكلها، الكلام ده كله هتخليها بلدي جدا، هتخليها مش شبه سواء اختها ولاد خالاتها whoever بقى الطفل الذهبي ده مين، هتخليها مش شبههم. البنت لو اكتشفت هو انا ليه مش بلبس زي كذا، ليه مش ببقى شكلي حلو زي كذا، ليه مش بحط ما هو اصحابي مش عارفه ابتدوا يحطوا روج مثلا او زبده كاكاو او وات ايفر، ليه انا مش بعمل زيهم؟ انتي فاكره نفسك زيهم ولا ايه؟ هما دول احلى، دول اغنى، دول ألذ، دول ينفع يعملوا كده علشان 1 2 3. فللاسف وقت المراهقة هو وقت الكسر، وقت الإرهاق النفسي للبنت النرجسية اللي هي مش بنت الأم النرجسية، اللي هي عايزة تبتدي تتكلم، عايزة تبتدي تحكي، عايزة تبتدي تعترض، عايزة تبتدي تصرخ وتقول أنا مش حاسة إني مبسوطة، أنا مش حاسة إني فرحانة بنفسي، أنا مش حاسة إن أنا حلوة، أنا مش حاسة إن أنا
ليا صحاب بطريقة صحية، حتى صحابها خلوا بالكم، الأم النرجسية برضو مع بنتها هتتحكم في صحابها كلهم، وهتخليهم دايما حاسين ان هي ام مثالية ولذيذة وخطيرة وبتضحك وبتعمل كل حاجة، عشان اصحاب البنت لما هي تشتكي لهم منها يقولوا لها يا نهار ابيض انت في زي مامتك، ده الواحد نفسه يبقى عنده نص مامتك، شوفي بتضحك ازاي، شوفي لذيذه معاكي ازاي، شوفي بتكلم معانا ازاي، شوفي بتجيب لنا اكل لما بنيجي ازاي بتعزم علينا، ده لو يعني مسموح ان اصحابي يجوا البيت يعني، لان ده ممكن يبقى في الجامعه مثلا، انما في المدرسه انا ما حصلتليش يعني. ف ف دايما هتبقى عارفه اصحابها بالاسم وعارفاهم شخصيا، ترد عليهم في التليفون. طبعا زمان ايامي ما كانش فيه موبايلات، فكان دايما لو حد عايز يكلمني بيكلمني على تليفون البيت، فانا ممكن اكتشف ان امي بقالها نص ساعه بترغي مع صاحبتي اساسا بقى. طب يا صاحبتي انا حضرتك، طب هي خلصت الكلام يعني لما تتكلم معايا هتكون زهقت اصلا. هتعترض ان انتي بتخرجي معاها، هتعترض ان انتي بتخرجي مع اصحابك او بتتكلمي معاهم، انتوا بقالكم مع بعض قد كده، هو انتي بتضيعي وقتك ليه، ما انتوا كنتوا مع بعض في الجامعه، ما انتوا كنتوا مع بعض في المدرسه، ايه المواضيع يعني اللي جدت، وتخرجوا ليه ما انتوا كنتوا في الشارع طول النهار. بالنسبه لها اي مشوار ده كنتي في الشارع يا ستي، انا كنت في الجامعه او في المدرسه في الشارع برضه، كنت في الشارع يا ستي، ما كنتش في الشارع، الشارع اعمل ايه وانا بلعب في الشارع. فبرضه جملة ما انت كنت في الشارع طول النهار عايز تخرجي ليه، دي برضه من الجمل الخطيرة. عايزة اسمع منكم، اكتر فترة المراهقة فاكرين عنها ايه الحاجات اللي لسه موجودة بترن في دماغكم من كلامها، لان كلامها بيفضل يرن في الدماغ كتير جدا، وبنفتكره للاسف بعد شويه ان ده صوتنا احنا، ان احنا اللي حاسين كده بنفسنا، ان احنا اللي حاسين كده بعدم ثقتنا في نفسنا، ان احنا خلاص اكتسبناها ان دي بتاعتنا، ان ده صوتي انا، صوتي انا بيقول لي انت مش حلوه، صوتي انا بيقول لي انت ما ينفعش حد يحبك، صوتي انا اللي بيقول لك اللي بيقول لي ده كويس ان الشخص ده بصلك ولا حبك، يلا اتجوزي بسرعه احسن انت مش هتلاقي غيره، صوتي انا اللي بيقول لي ان انا ما ينفعش في حاجه، ان انا مش هنجح، ان انا مش ذكيه انف، ان انا عمري ما اعرف اعتمد على نفسي، ان انا مش كويسه في اداره الفلوس بتاعتي، ان انا مش كويسه في في النظافه، او في ان انا اخد بالي من المكان اللي حواليا. كل كلام اللي بيدور في دماغكم اللي له علاقه ب تقليل من قيمتكم قدام نفسكم، ده مش كلامكم، ده كلام زمان ولسه بيرن. فرقوا، حاولوا تفرقوا بين صوت الام بتاعت زمان وصوتكم انتوا دلوقتي، لان صوتكم دلوقتي غالبا اصلا مش طالع، مش عارف يقول حاجه، هو لو عايز يقول او عايز يقول انا مخنوق، انا عايزه اتكلم، انا عايزه اقول اللي عندي، انا عايزه اقول احساسي. ممكن يعني مش عايزه اقول لكم بنسبه كبيره تكونوا لسه اصلا ما كونتوش فكره عن نفسكم، وان الفكره كلها اللي عن نفسكم دي فكره امكم عنكم، وفكره الناس اللي كانت حواليكم، وفكره المدرسين اللي طبعا يعني للاسف ساهموا في ان احنا نبقى دايما احساسنا مش حلو، الا من رحم ربي يعني، مش حلو عن نفسنا، اللي دايما كانوا بيطلعوا لنا غلطاتنا وبيطلعوا لنا مشاكلنا ويزعقوا لنا ويضايقونا والكلام ده كله. عايزاكم تكتبوا فرق. طيب اكسرسايز بقى ليكوا كده، تمرين كده عشان نخرج بقى ايه فترة المراهقة دي كده على الوش، ونتكلم مع نفسنا واحنا مراهقات. عايزاكم تجيبوا ورقة وقلم وتكتبوا الكلام اللي انتوا فاكرينه والافكار اللي اتحطت في دماغكم اللي تقدروا تفتكروها وقت المراهقة، بالذات وقت المراهقة يا جماعة، اللي هو وقت اواخر اعدادي بثانوي بالجامعة، خلينا نحسب الجامعة وسط المراهقة برضو عشان احنا وقت الجامعة كنا مراهقات للأسف. فالفترة دي ايه المواقف اللي حصلت اللي انتوا فاكرينها اللي فيها قهر وفيها قلة قيمة وفيها قلة ثقة وفيها يمكن يكون حد كمان احرجكم من قرايبكم قدامها وهي ضحكت او وافقت على شكلكم على طريقتكم.
افتكروا كل المواقف دي، مش عشان انا عايزه انكد عليكم، بالعكس، عشان هنكلم موقف موقف وهنروح له ونقول له انا مش كده، انا دلوقتي مش كده. بس يعني خلونا دي المرحله التانية. المرحله الاولى دلوقتي اللي عايزاكم تعملوها ان انتوا تجيبوا ورقه وقلم وتكتبوا كل الافكار اللي عندكم عن نفسكم في الفتره دي، ال- اللي اتقالت لكم واللي انتوا فاكرينها عن نفسكم، يعني كانها كانت انعكاس للي كان بيتقال. في نوت بوك اكتبوا اكتبوا اكتبوا، ما تفكروش حتى، يعني ظبطوا مخكم، قولوا له دلوقتي احنا هنكتب عن فتره المراهقه، وخلوا القلم يجري على الورقه من غير ما تفكروا، من غير ما ترتبوا افكاركم، من غير حاجه. انا عايزه الاحاسيس تطلع، احاسيس ومواقف وافكار، فكره واحساس وموقف. مش لازم دلوقتي نرتبهم، مهم جدا بس نطلعهم على ورق، لان لما المخ والعقل بيطلع كلام على الورق بيفهم كويس مصدره ايه. لحد دلوقتي الكلام اللي مش لطيف اللي بيدور في دماغكم ده انتوا مش عارفين تحددوا مصدره. هو probably الام النرجسيه، بس عقلكم مش عارف، هو ملخبط، لانه كان جاي من حد له تقل، وحد له authority، له يعني قوة عليكم، وله يعني حيثية في حياتكم، فالعقل خده على انه حقيقة. جربوا تعملوا التدريب ده. مستنية تعليقاتكم كالعادة، مستنية كل المشاعر اللي طلعت وسط الفيديو، واللي جت اكيد حاجات في دماغكم. مستنية تقولولي ان انتوا عملتوا التدريب، مستنية تقولولي حسيتوا بايه. والفيديو الجاي هنكمل المرحلة التانية من التدريب ده، وهنتكلم اكتر في برضو مرحلة المراهقة ان شاء الله، بيزد على تعليقاتكم وعلى الحاجات اللي عايزيني ادخل فيها اكتر لو حابين في فترة المراهقة، عشان هنطلع من فترة المراهقة على فترة بقى ال يعني الادلت هود، اللي هو احنا كبرنا بقى وبقينا ناضجين. دي قصة تانية برضو. كان معاكم ماجي حرفوش لايف كوتش. صباحكم فل ان شاء الله.